انا لسه جايه من بره يا اولاد والجو حر نار. ربنا يكفينا شر النار وعذابها. هتقولي لي كنت فين يا ام عمر؟ رحت فين يا ام عمر؟ جيت منين يا ام عمر؟ هقول لكم كل حاجه. هتقولي لي ده انت مشوره كتب. هقول لكم اصبروا عليا وهعرفكم كل حاجه. بس الاول تعالوا نوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده بتنجان. بتنجان ده فلاحي. بسم الله ما شاء الله. طري وانا بحب البتنجان المشبحه دي. فكان بيتباعوا ب10، جبت كله وربع ب10. تمام؟ تمام. ده ايه بقى؟ فلفل. كان بيتباعوا ب15، جبته ب10. هتقولي لي ده انت شاطره قوي. هقول لكم ما بين البيع والشاري يفتح الله. وبعدين انا زبونتها وبجيب منها كل حاجه. فهي وافقت، انا ما خدتش حاجه غصب عنها. فجبته ب10. ما شاء الله لسه مجموع النهارده. ده ايه بقى؟ ده لوبيا. اللوبيا لا بامي. انا عاوزه اقول لكم ان الباميه دي كبيره. يعني هي كبيره مش صغيره. بس عاوزه اقول لكم اللي هي طريه خالص عامله زي اللوبيا. طب هعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى اغير لبس ده الاول. البس عبايه الاشغال الشقه بتاعتي اللي انتوا عارفينها طبعا. ربنا يا رب ما يحرمها مني ولا يحرمني من صحتي، قادر يا كريم. وتعالوا يلا نشوف هنعمل ايه واقول لكم كنت فين وبعمل ايه. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل اللي انتوا دايما تكونوا بخير. واتمنى منكم لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى، انا عاوزة لايكات كتير قوي قوي قوي. اللايكات ديت تعتبر منكم لاختكم، يعني ديت الهدية اللي انتوا بتقدموها لي، لان طبعا الفيديو مبيعلاش الا باللايكات. تمام. طيب انا كنت فين بقى؟ انا عاوزه اقول لكم ان انا طبعا بعد فيديو الحواوشي انا ما قدرتش اغسل المواعين نهائي. يعني حتى قلت هرتاح شويه وبعد كده اقوم اغسل المواعين. والله العظيم بجد انا ما قدرتش. يعني انتوا حبايبي وما انتوش غربة عني، وكلنا بنتعرض للحاجات دي. اللي احنا مثلا مكسلين عن شغلنا، مش قادرين نعمل شغلنا فبنركنها كمان شوية، او مثلا مش قادرين النهاردة بنعملها بكرة. هي الدنيا كده. يوم بيشيل يوم بمعنى اصح. فاللهم صل على النبي. انا طبعا ما كنتش غسلت المواعين بعد ما اتغدينا الحواوشي ونمت على كده. تاني يوم بقى رحت فين يا ام عمر؟ رحت بنها. اللي وداني بنها، يعني قولوا لي كده، اللي وداني من المحل لبنها. هقول لكم ادعوا لي بس كده، اللي هي ربنا يصلح حالي ويعني ويقويني ويوفقني ما بين شغلي وما بين القناة وما بين بيتي. انا عاوزه اقول لكم ان انا كنت بمضي العقد بتاع الشغل. طبعا انا كنت في وظيفة، وكنت طبعا الفترة اللي نقلت منها اللي كنت بنقل فيها من البلد للمحلة. فطبعا انا في الفترة ديت انا معرفتش اللي انا اشتغل، لان طبعا كمان ولادي هنا مش عارفين حاجة. وطبعا كنت بودهم مدرسة، بودهم دروس، كل حاجة مثلا انا على ايديهم على ما يعرفوا الدنيا هنا. فانا الصراحة ما كنتش عارفة اللي انا ايه اشتغل الفترة دي، فكنت قاعدة في البيت بقالي كام شهر وانا قاعدة. فبما ان بقى المدرسة داخلة وداخلين بقى على لبس مدارس، وداخلين على موسم الرز، عاوزين نخزن الرز، وداخلين على فرح بقى بنت اخت الله يصلح حالها. فده كله ما شاء الله ما شاء الله عاوز فلوس. فطبعا الفلوس مش هتجيلي وانا قاعدة. اي نعم انا جوزي معايا وشغال وطلع عينه ومتبهدل بدل الشغلانة 2. بس والله العظيم يا جماعة الحياة بقت صعبة. الحياة بقت كلها ضغوطات. يعني انت لو ما وقفتيش سندت مع جوزك وسندتي نفسك وحطيتي يبقى في ايدك قرش كده تعملي بيه اللي انت عايزاه. يعني مثلا ايام الفرح هكون بقى عاوزه اجر فساتين للبنات، اجر في فستان ليا، عاوزه مثلا انقط العروسه، معرفش ايه. ده كله عاوز فلوس. طبعا نقلان البنات من المدرسه بتاع البلد لهنا، انا طبعا ما كنتش لسه نقلت لهم. فده طبعا عاوز فلوس. لبسهم بتاع سنه اولى وتانية ده ما عادش ينفعهم في سنه تالتة، هم داخلين تالتة ابتدائي. فطبعا عاوزين لبس جديد، ده برضه عاوز فلوس. يعني يا جماعة مفيش حاجة بالساهل. الخطوة بقت بفلوس. فالواحدة الشاطرة والله يعني الشغل مش عيب، اللي انا اعرفه الشغل مش عيب. الواحدة الشاطرة تلم على جوزها، ولو جوزها ظروفه ضيقة او مضغوط في عيشته تنزل تشتغل معاه. يعني وفي الاول وفي الاخر هيعود على مين؟ هيعود على بيتها وعيالها.
ولو توفر حاجة لنفسها هتجيب حاجة لنفسها. لو عملت جمعية شهر في التاني في التالت وقبضت في الآخر مبلغ، ممكن تعرف تجيب لها خاتم دهب لنفسها. هو في الأول وفي الآخر الشغل ده هيقعد عليك انت وبيتك وعيالك. اي نعم انت مش ملزوم، انت طالما في رقبة راجل انت مش ملزوم، بس دوت كمحبة مودة مساعدة، لان العيشة بقت ضغطة. الرجالة دلوقتي بقت مخنوقة والله العظيم. فانا رحت بقى الحمد لله مضيت العقد امبارح. وانا عاوزه اقول لكم ان انا اتبهدلت، لان بنها ديت قرب مصر. هي يا دوبك الفرق ما بين بنها ومصر ما فيش 10 دقايق في القطر. انا عاوزه اقول لكم بقى يا جماعه، اللي انا دلوقتي يعني الناس دخلتني في مرحله ايه، يا حاجه ويا طنط ويا خالتي ويا معرفش يا ايه، يعني كبروني. يعني ما عادش حد بيقول لي مثلا يا استاذه ولا باسمي ولا اي حاجه، هما بقى بيقولوا لي يا حاجه ويا طنط. والله العظيم وانا حاساهم اصلا في الاساس اكبر مني. طب بما ان انا حاجه، ويا رب اكتبها لي ونولها لي واديها لكل مشتاق ونولها لكم يا رب. بما ان انا حاج وبما ان انا طنط، مش عيب في حقكم لما اكون راكبه القطر من المحله لبنها وافضل طول الطريق واقفه على رجلي؟ يعني انا قطعه تذكره ب60 جنيه وكان القطر مكيف وافضل واقفه فيه؟ طب بالله عليكم ده يرضي مين؟ قولوا لي كده، ده عيب في حقكم حتى. يعني راعوا السن بقى، راعوا كلمة يا حاج. يعني انا يبقى عيل عنده مثلا 12 سنة ولا 15 سنة قاعد ما يقوليش اتفضلي يا حاجة ولا اتفضلي يا طنط؟ ده يرضي مين؟ اللي قاعد على كرسي والله العظيم مسك فيه بإيده واسنانه. ليه يا جماعة؟ ليه؟ المفروض نساعد بعض. يعني انا لو يعني انا لو ضامنه اللي فيه كراسي فاضيه كنت مثلا حجزت كرسي، بس المشكله اللي الكراسي كلها كانت مليانه. هما بقى اللي قطع لي التذكره قطعها لي مكيف بس افضل واقفه. يعني مثلا ما عادش في نظر عند الناس. فين ايام زمان، ايام لما كنا نقول تعالي يا خالتي اقعدي، تعالي يا حاجه اقعدي، اتفضلي؟ فين الكلام ده؟ الكلام ده انقرض والله العظيم يا جماعه. انا عاوزه اقول لكم طول الطريق، يعني انا بقول لكم في شباب 12 سنه 15 سنه 18 سنه قاعدين على الكراسي ماسكين الموبايلات وحاطين السماعات في ودانهم وخلاص على كده. انا عاوزه اقول لكم بقى، على ما رحت وجيت انا كنت عامله زي اللي واخده علقه. جيت بقى الصراحه انا متضايقه من مطبخي، لان طبعا انتوا كنتوا عارفين اللي انا كنت ما قدرتش اعمله امبارح مكان الحوشي. وطبعا كان عندي مواعين برضو تانية والجيم كان مخلص عليا، فطبعا ورحت بنها كمان. يعني المشوار سفر رايح جاي ده امر من الجيم، فخبطتين في الراس توجع. فانا قلت لا، يعني انا جيت بقى عيني وعبدت المواعين. قلت لا، انا هدخل اعمل المواعين واتجمد واخلصهم كده اول باول، علشان انا بحبهاش تتراكم عليا، خصوصا اللي احنا في الحر وريحه يعني المواعين بتطلع ريحه مش كويسه. فانا طبعا دخلت زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه بدات بها الكوبايات، وبعدين الازايز، وبعدين الاطباق، وبعدين الحلل. يعني انا لما باجي بعمل الخفيفه الاول، واهم حاجه الكوبايات، لان الكوبايات دي بتاعت الشاي لازم تتغسل الاول، علشان بقى ولا تبقى مدهننه ولا تبقى ممزلقه ولا مزفلطه ولا ريحتها زفره ولا اي حاجه. وبعدها ازاز الميه، يعني هما الاتنين كده يعتبروا في كفه واحده. وزي ما انتوا شايفين بقى انا اتجمدت وقمت رايحه عامله الحاجات دي. هتقولوا لي بقى اكلت ايه يا ام عمر؟ هقول لكم ابو عمر الله يصلح حاله لما لقاني هتأخر، لان طبعا القطر بميعاد. فطبعا خدت وقت على ما رحت، وخدت وقت في المقابلة وفي الإمضة وفي الكلام ده. وانا راجعة لقيت القطر هيجي الساعة 5. فانا طبعا قلت اللي يخليني اقعد في المحطة من الساعة 5 للساعة مثلا 6، من الساعة 5 وعلى ما اوصل هنا هيبقى فيها 7. قلت لا، اخدها مواصلات. فانا جبتها مواصلات. انا على ما وصلت هنا برضه انا عاوزة اقول لكم اللي هي كانت الساعة 6. فالعيال طبعا كانت جعانة، وابو عمر لما لقاني اتأخرت قال لي خلاص انا هجيب سمك مشوي من الراجل اللي جنبنا، ولما تيجي انت اعملي شوية الرز.
انا ما كدبتش خبر، قلت له ماشي روح هات السمك وانا لما اجي ايه اعمل شويه رز. حتى والله انا جيت لقيت ايه سلمى بنت الله يصلح حالها ايه هي اللي عاملاهم. فطبعا بقى كان المواعين بتاع الحواوشي على مواعين السمك، فالحاجه كانت كتير. يعني ابو عمر جاب السمك مشوي وسلمى علقت على شويه الرز، ولما انا جيت عملت السلطه، وكان اكل بالف هنا وشفا. بس اللي انا طالباه منكم لو وصلتوا لحد هنا اعملوا اشتراك ولايك، وعاوزاكم تدعوا لي دعوة حلوة اللي ربنا يعيني ما بين شغلي وما بين قناتي وما بين بيتي. والله يا جماعة يعني انا عاوزة اقول لكم الواحد مضغوط، بس لما الاقي كلمة حلوة منكم والاقي تعليق حلو والاقي دعوة حلو والاقي لايك كده منكم يشجعني، اكيد مش هنام في الخط. لان معلش برضو يعني انا شغاله، مش هفضل شغاله طول العمر. فانا عامله القناه ديت علشان تبقى ايه مصدر رزق ليا ولعيالي. يعني اللي هيجي من القناه دوت انا لسه ربنا ما كرمنيش منه، بس انا متعشمه في ربنا خير، وباذن الله ربنا يكرمني منه. فده اللي هيجي منها ده هيبقى رزق عيالي، لان انا مش هفضل شغاله طول عمري. انا عيالي بتكبر وانا برضو بكبر وصحتي برضو كل مدى بتقل، فانا عاوزه اقعد في بيتي وفي وسط عيالي. فانا كل اللي طالباه منكم انكم تشجعوني كده بلايكاتكم وتعليقاتكم ودعواتكم الحلوه، وتقولوا لي الله يعينك كده يا ام عمر. لان انا لو اشتغلت سنه مش هشتغل التانية، اشتغلت 2 مش هشتغل التالتة، هكذا. فادعولي كده اللي ربنا يوفقني ما بين القناة وما بين شغلي وما بين بيتي، وربنا يصلح حالي وحالكم قادر يا كريم، ويوفقني ويوفقكم قادر يا كريم. وكل اللي يقول كلمة حلوة ليه بالمثل، وكل اللي يقول دعوة حلوة ليه بالمثل. يعني وتبقوا شاكرين جدا جدا على كل كلمة طيبة قلتوها وعملتوها ليا. هنا بقى بعد معاناة انا كنت الحمد لله كده اعتبر خلصت المواعين، وطبعا غسلت الحوض كده غسله حلوه سريع سريع. وجردل الزباله اهم حاجه لازم يتغسل، يعني انا ما اعرفش اسيب جردل الزباله وسخ لان بيبقى لازق في الارضيه حاجات وعشان ما يعملش ريح. فانا غسلته وغسلت الحوض. وطبعا طبعا طبعا البوتاجاز ده الرئيسي، يعني انا ما ينفعش برضو اسيبه مش مغسول. غسلت البوتاجاز برضو غسله كده محترمه، هو يعتبر كان نظيف، وبرضه بغسله علشان ما يتحرقش مني، خصوصا العين الكبيرة ديت، لان انا طبخي كله وتركيزه كله على العين الكبير. غسلته ونشفته، وبعدين قمت برضه مسحة المطبخ مسحة حلوة، وقمت فرشة الفرشة بتاعه. ادعولي بقى لربنا يعيني، وما تنسوش اللايك والاشتراك وكلمة حلوة منكم ليا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وادعولي كده بالتوفيق، ويا رب ما تحرم منكم ولا من تعليقاتكم ولا من كلامكم الحلو قادر يا كريم، ولكم بالمثل ان شاء الله يا حبايب قلبي. ديت حته القماشه اللي كنت فرشاها في ارضيه المطبخ، طبعا طايلها ميه من التلاجة لان التلاجة بتنزل ميه على الارض، فغسلتها وقلت انشرها عشان تبقى ريحتها حلوه وما تكمكمش. وخدت بقى المطبخ كده مسحه على السريع زي ما انتوا شايفين كده وفرشته. انا ما استغناش عن حته القماشه دي خالص. ومع المفاجأة الكبرى، هتقولي لي بقى انت طبخه ايه؟ هقول لكم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه هنبدا بقى كده هي الرز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سلمى بنتي اللي عاملاه عشان انا كنت في مشوار. وجبت ايه بقى هناكل ايه مع الرز؟ للاسف 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 سمك مشوي، شوياه بره. انتوا عارفين ان انا ما بحبش اشوي حاجه بره، انا كل اكل بحب اعمله هنا في بيتي. بس المشوار اللي انا كنت فيه انا لسه جايه منه، يعني انا جايه منه الساعه 6 المغرب، فطبعا ولا كنت هلاقي سمك في السوق ولا كان في وقت اللي انا اشوي عشان عيالي جعان زي ما انتوا شايفين كده. وعملنا سلطه والطرش وكان الله بالسر عليه. وده بقى كان غدانا النهارده. اتفضلوا كلوا معانا يا جماعه، والله العظيم يستاهل بقكم. بألف هنا وشفا لنا ولكم.